مش كل اللي بنشوفه في العلاقات هو الحقيقة. كتير من التصرفات بيكون وراها أسباب خفية ورسائل محدش بيلاحظها. تعالوا نكتشف الحقيقة، لأن دايما في شيء ما وراء العلاقات. في ناس يا جماعة بتخرج من العلاقة لكن العلاقة ما بتخرجش منهم. كل يوم يفتحوا المحادثة القديمة ويراجعوا الصور ويفتكروا الكلام ويعيشوا على أمل إن الشخص ده هيرجع. لكن السؤال هو ليه بعد ما الشخص بيمشي إحنا ساعات بنضيع نفسنا معاه؟ وفي الحلقة دي هقولك إزاي ترجعي نفسك تبدأي حياة جديدة من غير ما يكون سعادتك مرتبطة بوجود حد معين. كلنا مرينا بتجربة خسارة، سواء كانت علاقة حب أو خطوبة أو حتى شخص كنا متعلقين بيه. وأول حاجة بتحصل إننا بنفتكر إن الحياة وقفت، لكن الحقيقة اللي انتهى هي العلاقة مش حياتك. لو فضلتي واقفة مكانك هتكوني انتي اللي بتظلمي نفسك. عشان كده النهاردة مش هنتكلم عنه، النهاردة هنتكلم عنك انت يا ست الكل. اقبلي اللي انت وصلتي له، اقبلي اللي انتهى خلاص. أصعب خطوة هي الاعتراف بالحقيقة. احنا ساعات بنعيش على كلمة يمكن يرجع، يمكن يندم، يمكن يتغير، لكن كلمة يمكن دي بتسرق منك أيام وشهور وأوقات سنين. القبول مش معناه انك ما بقيتيش بتحبيه، القبول معناه انك قررتي ما توقفيش حياتك عند الشخص ده. يعني مثلا هقولك على حاجة، واحدة فضلت سنتين كل ما الموبايل يرن تفتكر انه رجع، لكن الحقيقة الشخص الوحيد اللي كان مستني هي بس. لكن هو بقى كان كمل حياته من زمان بالطريقة اللي تريحه. ما ترتبطيش أو ما تربطيش قيمتك بحد، ما تخليش قيمتك واقفة في إيد حد. خليني أسألك سؤال، لو شخص قالك إن أنا مش عايزة أكمل معاكي، هل ده معناه إنك مش جميلة أو مش ذكية أو مش تستحقي الحب؟ طبعا لأ. الأسف الشديد إحنا ساعات بنقيس نفسنا بقرار شخص واحد، والحقيقة قيمتك يا ست الكل مش بيحددها حد. قيمتك في أخلاقك، في احترامك لنفسك، في شخصيتك الجميلة. ارجعي لنفسك واحدة واحدة، مش لازم تصحي بكرة وتكوني اتغيرتي. ابدأي خطوة بخطوة صغيرة، انزلي تمشي، اقري كتاب، اتعلمي حاجة جديدة، ارجعي لهواية كنتي بتحبيها، اتكلمي مع أصحابك. كل خطوة صغيرة انت ممكن تكوني شايفاها صغيرة، الخطوة دي هترجع لك جزء من نفسك. مع الوقت هتكتشفي انك بقيتي أقوى كتير من غير ما تحسي. اوعي تخلي هدفك ان هو يندم. في ناس كل اهتماماتها بعد الانفصال ان الشخص اللي سابها يندم عليها، فتبدأ تغير شكلها وتنزل صور وتحاول تثبت انها بقت احسن. لكن اسألي نفسك كده سؤال، انت بتعملي ده ليه؟ عشان نفسك ولا علشانه؟ لان لو هدفك ان هو يندم فهو لسه متحكم في حياتك حتى وهو بعيد. اهتمي بنفسك علشانك مش علشان حد تاني. اشتغلي على صحتك، على شغلك، على أحلامك، على علاقتك بأهلك، على ثقتك بنفسك، مش عشان حد يرجع ولا عشان حد يشوف كل التغيرات دي، لكن لأنك تستحقي تعيشي حياة جميلة تكوني فيها مرتاحة وسعيدة. ولما تهتمي بنفسك مش بس هتحسي إنك أحسن، لأ، هتعرفي كمان تختاري الشخص الصح بدل ما تتمسكي بأي حد وخلاص. من الآخر كده افتكري، الشفاء مش بيبدأ لما الشخص يرجع، الشفاء الحقيقي بيبدأ لما انت ترجعي لنفسك. ولما ترجعي لنفسك هتكتشفي ان في حاجات كتير كنت شايفاها حب وهي اصلا ما كانتش حب. لكن استني يا ست الكل، في نوع من الناس مش بيكسر ثقتك بنفسك مرة واحدة، لا، ده أساتذة بيعملها بالتدريج. كل يوم يخليكي تشكي في نفسك أكتر، يخليكي تحسي إنك دايما غلط، وفي الآخر تلاقي نفسك بتعتذري على حاجات ما عملتهاش، وده اسمه التلاعب النفسي. وفي الحلقة اللي جاية يا ست الكل هنتكلم عن أخطر العلامات اللي بتكشف إنك في علاقة بتستنزفك من غير ما تاخدي بالك.
أنا اسمي دودو، ودي كانت الحقيقة من ما وراء العلاقات. أشوفكم في الحلقة اللي جاية، لأن لسه في أسرار كتير من ما وراء العلاقات. سؤال حلقتنا النهاردة يا جماعة، إيه أكتر حاجة ساعدتك ترجعي لنفسك بعد تجربة صعبة؟ شاركوني في التعليقات، ويمكن تكون إجابتك سبب في إن أي حد تاني يبدأ حياته من جديد.